السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، صباح الفل، حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. وجمعة مباركة عليكم ان شاء الله. وبما ان النهاردة الجمعة، وطبعا احنا عارفين من الطقوس الدينية يوم الجمعة ان احنا نقرأ سورة الكهف، يعني سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما ان النهاردة الجمعة، فانا ملقتش فرصة اكتر من كده ان انا اقعد اتكلم فيها عن السورة. اولا انا بحب سورة الكهف جدا جدا جدا، ومن الصور اللي انا بحبها لان فيها قصص، وانا عامة بحب القصص جدا جدا. والقرآن مفيش أجمل من القصص بتاعته. فدايما كنت بلاقي ان قصص سورة الكهف دي فيها حاجة مميزة، فيها حاجة اتراكتيف قوي بتشدني كده تجاهها، معرفش ليه. فانا النهاردة حابة ان انا اعرض عليكم الافكار بتاعت سورة الكهف عامة، او رؤيتي للصورة. وان شاء الله يعني ما يكونش فيه اي حرمانية او اي حاجة في وجهة النظر اللي انا هتكلم بيها. وبعدين مش وجهة نظر انا جايبها من تفسيرات قرآن برضو، يعني انا قرأتها في تفسيرات علشان ان انا اقدر ان انا اتكلم فيها وكده. اول حاجة، احنا عندنا 4 قصص في سورة الكهف. قصة الفتية اللي هم الشباب اللي هم في اول السورة خالص، وبعد كده صاحب الجنتين اللي هو الرجل ومعاه رجل آخر، واحد صاحب جنة وواحد فقير. والقصة الثالثة غنية جدا عن التعريف، ومن أشهر القصص المعروفة قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. والقصة الرابعة قصة ذو القرنين، اللي بيقولوا إن احنا لازم نقرأ سورة الكهف عشان نتقي فتنة المسيح الدجال. فأنا من التأملات اللي أنا بقعد أتأملها قوي في أول قصة في سورة الكهف، وهي قصة الفتية. قصة الفتية من الحاجات اللي الإنسان بيقعد يتعجب قوي فيها، يعني إن هو مثلا شوية شباب حبوا إن هم يتقوا ربنا وما يعبدوش أصنام، ما يعملوش حاجة تغضب ربنا، فخدوا بعضهم وهجروا البلد ومشيوا. دي حاجة مش سهلة على الشباب، يعني الواحد في عز روعته كده وفي شبابه، لا مش سهل ان هو يهجر الفتنة ويهجر الشيء الصعب، او يهجر قصدي الشيء السهل المتاح اكتر. الفتنة متاحة اكتر، الحاجة متاحة اكتر ان الواحد يتفتن في دينه، او ان هو يتفتن عموما، او ان هو يحب الشهوات، او دي لا دي من صفات الشباب. فان الانسان الشباب دول يتركوا شيء زي ده ويهجروا البلد كلها على بعضها، والهجرة مش سهلة، وياخدوا كل ده لوجه الله بس. فيعني احنا والله احنا فين، والله احنا فين يعني من كل ده؟ ده احنا يعني ربنا يتولانا برحمته، والله يعني احنا مش شباب خالص يعني. فانا بقعد اتامل قوي، يعني بقعد اقول ان الناس دول ربنا اداهم كمية قدرة عجيبة، كمية قدرة غير طبيعية انهم يقدروا يعملوا حاجة زي دي، وان هم يهجروا، وان هم يمشوا ويتوكلوا على الله ماشيين. شوية شباب معاهم الكلب بتاعهم، ما معاهمش اي حاجة تانية، يروحوا يقعدوا في كهف وهم مستسلمين تماما، يعني مسلمين قوي لربنا، مسلمين متوكلين عليه، عارفين ان هو هيرزقهم. ثابتين جدا على الدين، عندهم مبدأ التوكل اكتر من اي حد، عندهم حاجات غير طبيعية. بقعد اتأمل بقول يعني هم فعلا كانوا يستاهلوا ان ربنا ان هو يعني هما ما عملوش حاجة غير ان اكتر من انهم توكلوا على ربنا، وان هم هجروا المكان وراحوا المكان اخر، وقعدوا في كذا سنة. بيقولوا مئات السنين، الله اعلم، دي حاجات يعني بيقولوا كذا سنة. وبعد ما قعدوا كذا سنة ربنا اراد ليهم ان هم يصحوا تاني. وسبحان الله، يعني قعدوا سنين كتير قوي، مئات السنين، واجسامهم لسه زي ما هي، كانهم نايمين. يعني بقول لك اللي كان يشوفهم يحس ان هم نايمين، او ان هم كانهم ناموا، وبعدين صحيوا وما حسوش باي حاجه في جسمهم. سبحان الله، كأن مفيش اي حاجه، يعني كأنهم سبحان الله. يعني انا طول ما بقرا السوره دي وفي الايات دي بالذات، بحس ان هو فعلا سبحان الله، سبحان الله على على ده، يعني دي معجزه من ربنا. وان هم يصحوا ويروحوا تاني المكان علشان يكتشفوا ان الزمن غير الزمان، وبعدين يموتوا وربنا يدخلهم الجنه ويذكرهم في سوره الكهف. يعني يا بختهم الشباب دول، والله يا بختهم، ربنا يرزقنا ربع الحاجات اللي عندهم بجد. فانا باجي ابص فبلاقي يعني الشباب دي، يعني اكتر ناس حاربوا او قاوموا فتنة الشباب. الشباب دايما بيفتنوا. او انا مش شيخة والله عشان اتكلم ده، انا بقول رؤيتي للموضوع، او انا شايفة الموضوع ازاي، او انا حاسة ازاي، يعني بشارك ولاد خالتي يعني بجد والله. مش شيخة ان انا قاعدة بستشيخ، ويمكن انا اقل حد فيكم دينيا، بس انا فعلا
من جوايا كده بقعد يعني بتعجب ازاي قاوموا فتنة الشباب، وازاي قاوموا فتنة الدنيا، وان هم يهاجروا المكان، وان هم يروحوا. لا، كبيرة كبيرة قوي قوي قوي. وربنا بخلينا نقرأها كل اسبوع، يعني احنا بنقرأ السورة دي 4 مرات في الشهر، علشان كل نهاية اسبوع وبداية اسبوع جديد نفتكر حاجة زي دي. نفهم ان الانسان ملهوش الا التوكل. الانسان في النهاية من غير ربنا ولا اي حاجة. الانسان يسيب الدنيا كلها، الدنيا كلها ما تجيش جنب يعني الاخره دي حاجه. يعني الدنيا كلها ما تسواش جنب ما تسواش عند ربنا جناح بعوضه. انا كنت عملت فيديو قبل كده، من اوائل الفيديو اللي انا عملتها في القناه، وهي كانت بتتكلم عن ان اي حاجه على ما لا نهايه بتساوي صفر. حرفيا اي حاجه مقابل الاخره فهي صفر، ايا كانت بقى. تاني قصة وبرضو بقعد أتأمل فيها قوي، وهي قصة صاحب الجنتين. واحد ربنا رزقه إيمان في قلبه. يعني ربنا يرزقنا جميعا البصيرة، ويرزقنا الإيمان، ويرزقنا قول الحق، ويرزقنا رؤية الحق. لأن مفيش يعني الإنسان اللي عنده بصيرة واللي عنده الحق، هو يعني هو خلاص، هو مش محتاج حاجة تانية، هو يملك الدنيا وما فيها. واحد تاني ربنا رزقه بجنات، ورزقه بنعيم، ورزقه بمال، ورزقه بكل حاجة، وتلاقوا ده يعني يقول له اتقي ربنا، اشكر ربنا، اقول حاجة، والتاني يقول له لا، يعني ده اجتهاد مني، او دي حاجة مني. فسبحان الله باجي ابص بلاقي ان شخص ربنا رزقه البصيرة بطريقة صعبة قوي، وحد تاني ما عندوش بربع جنيه بصيرة، مع انه معاه نعم اكتر. يعني معاه نعم اكتر ان هو ممكن يشكر ربنا عليها، معاه حاجات شايفها اكتر، شايف قدرة ربنا اكتر، ومع ذلك معمي عن معمي خالص عن الحقيقة، مفيش بصيرة. فبقعد ان انا اتأمل كده في القصة دي، فبلاقي ان هو يعني ربنا يرزقنا البصيرة ان احنا نقدر نشوف بها خير الامور، نشوف بها الامر صح، نشوف بها الدنيا، ونشوف وعينينا تكون صحيحة، ما يكونش عليها غشاوة، ما يكونش عليها اي حاجة، نكون شايفين. يعني ربنا يرزقنا الرؤية الصحيحة للاشياء. ونيجي في نهاية القصة نلاقي ان ربنا نسف له كل حاجة. يعني ربنا اذا قال لشيء كن فيكون في ثانية، هو مش محتاج حاجة من حد، يعني هو في ثانية خلاص. فانا برضو بشوف ان فتنة المال من الفتن الكبيرة قوي. مش معنى ان ربنا ادى لحد فلوس كتير ان ده بيبقى ربنا حبه او راضي، ده او راضي عليه قوي، او ان هو حاسس ان هو خلاص. ده ساعات بيكون ابتلاء، ساعات بيكون اختبار. بحس ان فتنة المال من اقوى الفتن اللي ماشية حتى دلوقتي. يعني ممكن نلاقي ناس دلوقتي بيبيعوا نفسهم حرفيا بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل الفلوس، مع ان الفلوس في النهاية ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد الفلوس دي اتصرفت؟ فتنة المال برضو من الفتن القوية جدا ان الانسان لازم يقعد يتدبر فيها برضو في سورة الكهف. فبحس ان هي الانسان لازم برضو ان هو يقعد ويفهم ان مش كل مرة هو هيبقى معاه فلوس ان ده حاجة حلوة، او ان ربنا راضي عليه، او ان هو ما يكونش عنده ايمان. انا بشوف بصراحة ان الاستثمار الحقيقي في الاعمال الصالحة. معايا فلوس كتير اقدر اعمل بيها حاجات كويسة، الحاجات الكويسة دي بتتكتب لي. حاجة اللي بتتكتب لي هي اللي باقيالي، غير كده خلاص. يعني مهما كان اي حاجة في الدنيا مش باقي هو العمل الصالح. الاستثمار الحقيقي كمان ما بقولش ان احنا نزهد في الدنيا، وما بدعوش للناس ان هم ما يبقوش واقعيين، وان هم يسعوا ان يبقى معاهم فلوس، وان هم يتبسطوا بيها وكده. بس انا بتكلم لازم نقلل الفصحى شوية. بس أنا بتكلم في فكرة إن الإنسان يكون بيوازن ما بين الاتنين، بيبالانس ما بين الاتنين، ما يكونش بيعبد الجنيه وما يكونش زاهد. أنا ضد الزهد برضو عامة، بحس إن هو مرحلة كبيرة قوي أنا لم أرتقي ليها، يمكن فيما بعد أكون مع الفكرة. بس أنا بشوف إن الإنسان من حقه إن هو يستمتع في الدنيا، ومن حقه إن هو يشوف حاجة كويس. يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اعمل وتبسط جدا في الدنيا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني بالانس ما بين الاتنين هتلاقي الدنيا كويسة قوي، وهتلاقي الحياة ماشية عامة. انا برضو بشوف ان فتنة المال ان الانسان يكون معاه فلوس دي احسن حاجة. يعني انا ربنا يرزقني بفلوس كتير، ويرزقنا كلنا بفلوس كتير، محدش ان هو يكره المال ده. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني من الزين ومن الحاجات الكويسة. بس انا بتكلم في فكرة الفتنة، لما نحول الفلوس من انها مصدر بيساعد الانسان، او وسيلة بتودي للانسان ان احنا نحولها لغاية في الحياة، او خلاص ده بشطارتي، مش من عند ربنا، او ان انا انسى اشكر ربنا في الرجلين او الحاجات دي. ف بس انا بشوف فتنة المال برضو حاجة صعبة قوي. تالت حاجة ومن القصص اللي انا فعلا كل ما بيحصل لي حاجة وحشة بقعد افكر فيها، وهي قصة سيدنا الخضر وسيدنا موسى. ان هو
من أعلم أهل الأرض. فسيدنا دي قصة أنا مش عارفة بصراحة هي إسرائيليات ولا حقيقية، بس اللي هو سيدنا موسى لما قالوا له مين أعلم أهل الأرض فقال إن هو أعلم أهل الأرض، فربنا بعت له سيدنا الخضر عشان يعلمه حاجات. أنا مش عارفة يعني هي مدى صحة القصة دي. بس بعدها سيدنا موسى خد الفتى بتاعه وراح لسيدنا الخضر وقال له إنك لن تستطيع مع صبرا، أنت مش تصبر على اللي أنت هتشوفه. وقال له إن شاء الله هتلاقيني من الصابرين. وبعدين القصة اللي احنا كلنا عارفينها لما راح لقى جدار فبناه ومهدود، فبناه من قرية ما شافش من أهلها أي حاجة حلوة. لما خرق السفينة لناس فقراء، لما قتل غلام. دي كلها حاجات احنا ممكن احنا بالنسبة لنا بنظرتنا الضيقة بنظرتنا المحدودة عن ربنا احنا مش عارفين ان ده صح. ونيجي نبص نلاقي ان السفينة ناس كانوا هياخدوها فخلقها عشان الناس ما ياخدوهاش، وان الجدار في ناس ايتام لهم كنز وربنا رزقهم فبنى على حد ما يكبروا ويعرفوا الكنز. وان الغلام كان هيعذب اهله وكانوا هيتعبوا فراح في الجنة. مفيش اي يعني صحاب السفينة مش هيعرفوا ان ده خير ليهم، وبنى الجدار مش هيعرفوا ان هو خير ليهم، والغلام اللي قتل اهله زمانهم قعدوا ان هم تعبانين ومش قادرين يصبروا ومش عارفين ان ده خير ليهم. ودي بصراحة اكتر ايات بتحسسني بمحدوديتنا كبني ادمين، وان احنا مش مطلقين في الحياة، وان احنا مهما كنا روحنا او جينا فاحنا في النهاية لينا ليميت. في النهاية احنا مش هنوصل لفكرة ان احنا نكون فاهمين كل حاجة في الحياة. لا احنا لنا ليميت. احنا في حاجات كتير قوي بتحصل في حياتنا واحنا بنقعد ليه يا رب وليه يا رب، مع ان المفروض نتأدب واحنا بنتكلم مع الله، بس بنقعد نقول كده واحنا مش عارفين احنا انهي حاجة في دول. احنا نظرتنا احنا بصين على ابسط جزء في الصورة، ربنا شايف الصورة كاملة، احنا بصين على ابسط جزء في الصورة ومش شايفين حاجة. فاحنا بالنسبة لنا ليه يا رب، مع ان ربنا رحيم. يعني ربنا اسمه الرحيم. يعني حتى ربنا لما جه ينزل لنا القرآن ما قالش بسم الله العليم الخبير، لا قال الرحمن الرحيم. يعني ف احنا ولا حاجة، يعني احنا ولا حاجة فاحنا فعلا ما بنعبدش ربنا حق العبادة، ان احنا نكون بنعبده حق العبادة، او ان احنا صادقين في عبادتنا، او ان احنا مخلصين في العبادة. لا احنا ما بنعملش حاجة لربنا ابدا يعني. فربنا يهدينا جميعا يا رب ونكون اهدى يعني، وينور لنا البصيرة ونكون اقرب ليه. وقصة سيدنا موسى دي وسيدنا الخضر من اكتر القصص اللي بحس برضو فيها فتنة العلم، ان الواحد يفتتن بالعلم. انا اعلم اهل الارض، فيجي يبص فيلاقي الخضر اللي هو موكل من ربنا سبحانه وتعالى واعلم منه، فتلاقي ان هو ما اوتيتم من علم الا قليلا. احنا ولا اي حاجة. احنا بالنسبة للعلم حاجة بسيطة قوي. بشوف كمان فيها ان ربنا اكيد عايز يوصل لنا رسالة ان احنا عايزين نتعلم نصبر نتوكل على الله ونبدأ ان احنا نتعلم نصبر على العلم. كمان بشوف ان ربنا عايز يوصل لنا ان احنا برضو مش كل حاجة بنشوفها حقيقية، مش كل حاجة بنبقى بنتكلم فيها ان هو ده الصح، دي الحياة المطلقة، ده اللي مفيش بعده. لا مش ده اللي بيحصل نهائي، مش ده اللي انا بحسه. لا يعني كل حاجة بتحصل لها حكمة، كل حاجة وحشة بتحصل لها حكمة. فبحس ان هو ربنا حتى لو بيعمل لنا حاجات صعبة اكيد في حاجات اصعب منها، وربنا محبش ان هو يعذبنا ابدا. يعني ربنا اسمه الرحمن الرحيم. فبرضو دي الفتنة التالتة وهي فتنة العلم. وانا يعني الفتن انا اللي شايفة يعني من وجهة نظري ان انا شايفة ان دي فتنة مال، دي فتنة شباب، دي فتنة علم. انا مش عارفة يعني احسب ان ربنا يكون بيجري على لساني كلام صح. يعني اخر قصة وهي قصة ذو القرنين، الملك اللي كان عادل وعنده مسؤولية وبنى حضارة ولف الارض من مشرقها لمغربها، وكان بيعمل وبيبني وبيصلح لحد ما راح لقومه وقالوا له ان في هنا هيئتي يأجوج ومأجوج، فبنى سد ما بينهم. وان احنا كل جمعة بنقرأ سورة الكهف عشان السد ده يفضل موجود. وان فتنة المسيح الدجال من اصعب الفتن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ منها بعد الصلاة.
يعني اعتقد ان فتنة المسيح الدجال، ولو ان علمي محدود يعني في الحتة دي، يعني سامحوني على تقصيري، بس بحس ان هو يعني حاجة صعبة قوي ان الرسول يستعيذ منها، وان هو يدعونا ان احنا نستعيذ منها، فتنة المسيح الدجال يعني حاجة مفيش بعد كده. بس انا برضو بحس ان قصة الملك ذو القرنين ده، احس ان فيها حكمة تانية، ان الانسان لو معاه سلطة ومعاه نفوذ ان هو يستخدمهم في الخير، ان هو يبقى مسؤول تجاه الحاجات الكويسة، ان هو لف هنا وهنا وبيعمل عنده قوة وعنده سلطة وعنده نفوذ، وبيستخدم ده في الخير، بيستخدم ده في انه يبني سد بعيدا عن قوم تانيين، بيستخدم ان هو يلف هنا وهنا في الحضارة عشان يعمل حاجة كويسة. فدي حاجة تدعو الإنسان إن هو يكون طول الوقت عنده سلطة. حاجة كويسة قوي إن الواحد يكون عنده سلطة. والمؤمن القوي عند الله خير من المؤمن الضعيف، يعني إن الإنسان يكون قوي ومعاه فلوس وعنده سلطة، دي حاجة كويسة قوي، وحاجة يعني من الحاجات المحببة عند ربنا ان الانسان يكون قوي احسن ما يكون ذليل، واحسن ما يكون فقير. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، فان الانسان يكون عنده سلطة وعنده حاجة زي دي، فدي حاجة يعني كويسة قوي ان الواحد بقى يستخدمها في الصح. يعني يعني انا ما عادش عندي كلام ان انا اقوله، بس انا بجد يعني دي وجهة نظري. مش عارفة ينفع اقول ان هي وجهة نظري ولا ده ايه، بس انا بنقل رؤيتي او تأملاتي في سورة الكهف. احسب الله ان انا اكون فدتكم باي حاجه، واني حاسه ان انا بتكلم في بديهيات بس، او بيزكس قوي في الدين، بس يعني ان شاء الله ربنا يكون جرى على لساني حاجات، ويكون احساسي تجاه التأملات بتاعت الصورة دي وصلت لكم. وبس عجبكم الفيديو يعني نعمل الحاجات بتاعتنا، لايك، سبسكرايب، شير، الحاجات دي بس. thank you.